زي ما قلت لك، اذا التيار زاد والبطاريه تفريغ تضرب ناقص في زائد ناقص جيم تنقص. اذا التيار نقص ناقص وناقص زائد جيم تزداد. بس بطاريه الشحن بالتالي ده خصائص ثابته، اذا التيار زاد زائد زائد، واذا التيار نقص زائد في ناقص ناقص. خذوا الاشارات ببعض طبعا، زاد التيار زائد في زائد زائد، نقص التيار زائد في ناقص ناقص. وانت معي كويس. انت معي بدي اقول لك معلومه بسيطه جدا تقدر تكشف السؤال بسرعه. ركز معي بس، اول شيء لما اجي اقول لك بالشكل التالي بس افهم لي هذا السؤال. بالشكل التالي مجموعه مقامات متماثله. طبعا الاسئله هذول قلت لكم ما بيضبطوش غير لما تكون مقامات متساويه، شرط هذا. مجموعه مقامات متساويه، لازم تكون مقامات متساويه، المطلوب بقول لي حدد ماذا يحدث لقراءة كل جهاز فيما يلي إذا أغلقنا المفتاح المبين. إذا أغلقنا المفتاح المبين. مين المفتاح؟ المفتاح اللي مرسوم قدامك، هذا المفتاح. هلا إذا أنت بتحس الأسئلة هذول ما بتركبش في مخك، مش ظابطة معك، بتحس حالك بتضل تنساهم، على طول لما تشوف سؤال تحط أرقام. عادي ما بتخسر عنك، بس ما تغلطش في الحل، بس بدك تلزم بالمقامات تكون متساوية. واختار أرقام تكون التعامل معها سريع طبعا زي هذول. يعني مثلا بدي أشوف شو بصير في قراءة كل جهاز، هلا الفكرة إنه ال10 هاي اللي فوق. خليها مفصولين. مين بيعرف التيار كيف كان شغال؟ 10 10 20 و5 25. يعني التيار الكهربائي كانت قيمته 100 على 25 كان 4 أمبير. انتبه كويس، شو كان يقرأ؟ 4. الفولتميتر شو بده يقرأ؟ مين في 10 في 4 40. هاي بطارية تفريغ، اللي بيعرفش يعرف البطارية بتكون لحالها في الدارة منفردة يعني. أي بطارية بتشوفها منفردة في الدارة أكيد تفريغ، ما فيش بطاريات أخرى تشك إنها تشحنها، فبنحسب الجيم تبعتها 100 ناقص 5 في 4 بيطلع 100 ناقص 20 80. هلا بعد ما بتعرف شو بصير في القراءات الحقيقية الأصلية طبعا بتيجي بتربط المفتاح. أغلقنا المفتاح، تكون أنت ضفت مقاومة جديدة على التوازي، مش تجمع لي إياهم جمع هذول. هذول توازيهم قديش بيطلعوا؟ أحدها 10 على عددهم. توازي هذول 5. يعني هذول تنتين بتشيلهم بتحط 5، وهي 10 هي 15 وهي 5 هي 20. وبلاحظ صار في المقاومة كافية أقل. عشان هيك التيار راح يزداد. تشطب الأربعة هي التيار زاد. الأربعة ونشوف 50 زادت. هلا بدك تطرح من ال 100 مش 20 زي اول، 25 شو بصير في الخلايا؟ بتقل. تمام؟ هذا احنا بنقول في اسوء الاحتمالات يعني، بس المفروض انت لما بتيجي تحل سؤال زي هيك، مش كل سؤال طبعا. اذا حسيت سؤال بحيرك او مش متاكد منه ماشي حط، بس الاسئله هذه طبعا بتحيرش طبعا، لانه انت لما تيجي تقول لي اضفنا مقاومه جديده على التوازي، ما انت عمليه غلق المفتاح شو بتعمل؟ بتضيف مقاومه جديده على التوازي. ودائما اذا بنضيف مقاومه جديده على التوازي شو بصير في مقاومه كافيه؟ تقل. فانت غلق المفتاح، انت معي كيف بتفكر؟ بتقول له تم اضافه مقاومه جديده على طريقه التوازي، فالمقاومه الكافيه اكيد قلت. ما دام المقاومه قلت التيار، المقاومه قلت التيار زاد. واذا التيار زاد جيم المقاومه تزداد. بطاريه تفريغ إذا التيار زاد ناقص زائد ناقص. تمام؟ بس انتبه معي شو بدي أقول لك هلا، في هذول الدوائر هذول فيهم سر طبعا أنتم مش مركزين عليه، مش معطيه أهمية طبعا، عشان هيك بضل تعجب. مقاومة التوازي، مقاومة التوازي تضاف وتزال مباشرة. طلع كيف هي مقاومة التوازي؟ تضاف وتزال مباشرة، يعني بركب المفتاح، سكر المفتاح، مفتاح المفتاح. تمام؟ مقاومة التوالي لا يمكن أن تضاف وتزال مباشرة. يعني كيف؟ يعني هاي مثلا عندي 3 مقاومات توالي. أنا من عيوب التوالي، مش قلنا إنه من عيوب التوالي إنه ما بتقدرش تشغل واحدة وتفصل الثانية. قلنا من عيوب التوالي إنه لا يمكن تشغيل أحد هاي المقاومات بدون الأخرى. طب لما يجيك سؤال زي هيك كويس؟ تابع معي كيف بفصل مقاومة التوالي بدون ما يأثر على المجموعة؟ بركبوا سلك عليه مفتاح، سلك فاضي. أنا مرة حكيت جملة اللي كان مركز بيستوعب شو أهميتها طبعا، لما تشوف سؤال سلك فاضي عليه مفتاح بدون ما تفكر، هذا أنا بقول لك ليس له استخدام في الدوائر الكهربائية إلا أنك تفصل مقاومة التوالي دون أن تأثر على البقية. هذا استخدامه الوحيد، يعني الدارة شغالة على كم مقاومة؟ 3. كويس؟ 1 2 3.
انك تسكر هذا المفتاح معناته انت خليت التيار يتجاوز مين؟ وهذول ضلوا شغالين، فانت فصلت مقاومه التوالي، هيك فصل مقاومه التوالي، فيش استخدام ثاني، فيش طريقه ثانيه طبعا. ففي طلاب طبعا خلص بيستوعبوا الفكره، بس تشوف سؤال زي هيك بدون ما تقعد تفكر، هذا سؤال خلص بالنسبه لك المفروض ما تشوف سلك فاضي عليه مفتاح اعرف انه اللي يسكر المفتاح بده يفصل هاي. فلما اقول لك ماذا يحدث لقراءه الاميتر والفولت ميتر والبطاريه اعتبرها مثاليه. تمام، بتقول التيار الدائره شغاله كم مقاومه؟ 3 مقاومات. لما تسكر هذا المفتاح انت ايش عملت؟ شطبت مين؟ كم مقاومه ضل عندك؟ ثنتين. معناته التيار طلع دائما مين؟ شو صار في مين؟ قلت. التيار بزيد. الفولت ميتر شنو قايمين في تاء؟ 2 صفر ثابته زائد تيار تزداد جيم. دير بالك هاي بطاريه مثاليه قراءتها ثابته، ليش؟ لانه البطاريه لما تكون مثاليه تقرا الجيم قاف دال دون زائد ودون ناقص، الكلام ما تتحكمش فيها طبعا. تمام، فلما يجي يقول لك ركز معي، لما يجي يقول لك مثلا هذا السؤال تبع 2014 انت دائما لما يغلق مفتاح يفتح مفتاح لازم تمشي بالمخطط تشوف شو صار في المقاومه كافه، المقاومه كافه بتتحكم لك في التيار، التيار بتتحكم لك في الجيم. تمام، يعني هلا مثلا السؤال شوف كيف انت بتغلط، ركز معي شوف هاي الغلطه. بيجي بقول لك 3 مصابيح سمعت كده ماذا يحدث لإضاءة كل منها إذا أغلق المفتاح المبين في الشكل. لما تخترع في الجواب 10 أوم 10 أوم 10 أوم اعتبر البطارية 60 فولت. شوي شوي خلي الضوء اللي فوق مفصول. شوف كيف ضوي الأضواء، التيار طالع من البطارية ضوء ضوئين. قديش التيار ضوء ضوئين هذول؟ البطارية مقاومات 60 على 20 3 أمبير. يعني هذا الضوء ضاوي 3 امبير وهذا ضاوي 3 امبير. كويس؟ لما اسكر المفتاح ايش بصير؟ مين بيعرف شو بصير لما بسكر المفتاح؟ لان بيغلط بروح على التيار. عادي احنا بنكون طول الفصل بنحكي له غلط مفتاح، فتح المفتاح بيأثر على المقاومة. بعدين بتروح على التيار، بعدين بتروح على الجيم. فانت لما تسكر المفتاح فكر التيار بتقول المقاومة جديدة على التوازي 10 و10 5 و10 هاي 15. ما بتغلطش طبعا، بتقول التيار مش راح يضل 4 اصلا، يعني مش راح يضل 3، راح يتغير. ليش التيار تغير؟ بقول كان التيار 3 احنا سكرنا مفتاح. دخلت مقاومة جديدة نقصت المقاومة كافة، التيار زاد بس التيار هذا اللي صار 4 مش راح كله يلم في الاسلاك. نص التيار بيجي هون نص التيار هون بيجي هون، فالثلاث صارت 4 فالإضاءة الثلاث زادت والأربعة والثلاث صارت هون 2 تقل إضاءة الثلاث. تمام، هلا هذا زي سؤال 2000 هذا سؤال 2014. بال 2016 نفس السؤال بس بالعكس، فصل الضوء يعني انقطع فتيل مصباح بقول لك. تمام؟ هذا بالنسبة للدارات الكهربائية طبعا، بس انتبه معي كمان مرة. ركز معي هلا في المجال المغناطيسي اللي بالك فيه، المجال افكاره مكشوفه طبعا. تذكر معي بس قبل ما نحكي عن افكار درسنا القوة على شحنة. ودرسنا القوة على سلك. درسنا الازواج المؤثر في الملف. معي انت معي كويس انت من نسيتك. هلا نبدا بالقوة على جسيم مشحون. نستفيد من القانون. لما كنا نحكي عن المجال المغناطيسي كنا نقول اذا ولد جسيم مشحون في مجال مغناطيسي فهو يتعرض لقوة مغناطيسية. كنا نقول اذا ولد جسيم طلع معي مشحون متحرك في مجال مغناطيسي بشرط ان لا يتحرك بمواجهة غير فانه يتعرض لقوة مغناطيسية. تمام؟ هاي القوة المغناطيسية تحسب مقدارها مشين عن غير جيب ثيتا واتجاهها تحدد بقاع الكيلومتر تخلي اصابعك مع المجال المغناطيسي اكس الهامك مع كل السرعة. فكانت القوة المغناطيسية دائما عمودية على السرعة. وكنا نحكي القوة المغناطيسية هاي كده معي كويس، القوة المغناطيسية دائما عمودية على اتجاه السرعة. لذلك هي لا تبذل شغل وهي لا تغير من طاقة حركة الشحنة وهي لا تغير من مقدار سرعة الشحنة
هي تغير ايش؟ اتجاه سرعة الشحنة. كنت اقول لك لا تغير مقدار، هي تغير ايش؟ اتجاه. هي لا تقسم الشحن تسارع خطي، وعندما تقسم الشحن تسارع مركزي. ولناس هاي قصص التسارع قلت لكم السرعة كمية متجهة صح؟ لما تلاحظوا سرعة الجسم ضروري جدا تلاحظ مقدار السرعة اتجاه السرعة. إذا الجسم مقدار السرعة تغير بنسمي تغير مقدار السرعة تسارع خطي. وتغير اتجاه السرعة بنسميه تسارع مركزي، التسارع المركزي له قانون خاص. فقلنا القوة المغناطيسية لها عمودية على السرعة، لما تيجي الشحنة تدخل على المجال المغناطيسي تطلع القوة المغناطيسية تكون عمودية على السرعة، فهي تغير اتجاه السرعة. اصلا هي بالمنطق هي القوة المغناطيسية ما دام عمودية على السرعة معناته لا مع عين، يعني هي ليست لا مع السرعة ولا عكس السرعة، وبالتالي هي لن تعمل على زيادة وانقاص السرعة، وإنما ستعمل على تغيير اتجاه السرعة فقط. وهي تكسب الشحن دائما تسارع مركزي. لذلك كنا نحكي القوى المغناطيسية اللي دخلت على مجال مغناطيسي فإنها تسلك مسارا دائريا صح؟ وكنت بعد قدرك تحسب نصف القطر ونحكي القوى المغناطيسية تعمل دائما عمل قوى مركزية. فلو لم تكن القوى المغناطيسية ش عين غ ج ث تساوي ك عين تربيع نقاط لما كان بمقدورها للشحن الدوران، كنا نحكم التربيع مع عين ونطلع قانون نحسب نصف القطر. وقلت لك العوامل اللي تعتمد على نصف القطر مسار كاف وعين وشين وغين. بس المفروض انت معي لناس يتذكر لما اقول لك انت معي لما هي العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في جسيم، بتقول لي مقدار تتحاسب على كلمة مقدار الشحن رح تتحاسب على كلمة مقدار كمان مرة، السرعة رح تتحاسب على كلمة مقدار كمان مرة، المجال كمان مقدار مين؟ مقدار صفر يعني؟ لا بيحاسبك على كل وحدة. مقدار جهة الزاوية مش الزاوية. خلاص اتعود لما تقرأ السؤال كويس، لأنه ممكن يجيب لك سؤال يقول لك العوامل التي يعتمد عليها مين؟ اتجاه القوة، بتقول له نوع الشحنة، اتجاه السرعة، واتجاه المجال. المقدار شوف أسئلة العوامل 3 أنواع، عوامل تعتمد عليها مقدار القوة، بقول المقدار يعتمد على مقدار ومقدار، بتعيد كلمة مقدار كل مرة، اتجاه، نوع، واتجاه. هلا إذا مر عليك سؤال مع إنه هذا السؤال بيكون عشوائي، ما العوامل التي تعتمد عليها القوة المغناطيسية؟ زي ما لغة السؤال القوة المغناطيسية مش كاتب لا مقدار اتجاه، بقولوا الشحنة والسرعة والمجال جيب ثيتا، تمام؟ بدون كلمة مقدار واتجاه ونوع. وبعدين اصلا انتم معي كويس، القوة المغناطيسية لما درسناها كنت اقول لك ما هي الطرق التي يمكن من خلالها ان نعكس قوة مغناطيسية، بتعكس القوة المغناطيسية بسبب الشحنة والسرعة والمجال المغناطيسي. يعني كيف؟ اتذكر معاكم لما نجيب شحنة كهربائية في مجال مغناطيسي منتظم، تمام؟ كنت اقول لك لو دخلت شحنة مجال مغناطيسي منتظم بسرعة عين أصابك من المجال المغناطيسي بهمك مع اتجاه السرعة فتنشأ قوة عمودية على السرعة. وين اتجاه القوة؟ صاعدي موجب. كنت أقول لك جرب اعكس نوع الشحنة، ما تعكس السرعة ولا تعكس المجال، بدل الشحنة يقول خلينا شحنة سالبة. ثاني مرة اعكس اتجاه السرعة، خلي السرعة بالعكس، سيني موجب سيني سالب، شين ما تعكسها. ثالث مرة اعكس غين. هذول الأسباب اللي بتعكس القوة المغناطيسية. تمام؟ جرب خلي أصابعك معي مجال سرعة، قوة صاعدي موجب. هلا لما عكس نوع الشحنة بضطر استخدم ايدي اليسار تطلع القوة المغناطيسية صاعدي سالب. ليش انا عكست القوة؟ لأنك عكست نوع الشحنة. طب مجال السرعة والقوة صاعدي موجب. اعكس السرعة. اعكس السرعة بتنعكس القوة بصير صاعدي سالب. أصابعك مجال سرعة القوة المغناطيسية صاعدي موجب، اعكس المجال المغناطيسي بتنعكس القوة بتصير صاعدي سالب. يعني قصدي هلا لما تشوف قوة مغناطيسية عكسها ما تحطش ببالك سبب، في 3 أسباب يا شين يا عين يا غين. من القانون طبعا هذا الحكي مبين، إذا بتعكس شين بتعكس قاف، بتعكس عين بتعكس قاف، بتعكس غين بتعكس قاف. وبعدين كنا متفقين على إنه الزاوية ثيتا هاي تؤخذ بين يمين بين هاي ثيتا هاي يمين بين عين. والناس يتذكر مرة قلت لكم قانون، قلت لك استخدم هاي القاعدة، خليك معي. الزاوية اللي في أي قانون هي الزاوية المحصورة بين المتجهين اللذان يشاركان الجيب في الحد، يعني اللذان يقعان معها في نفس الحد. مين المتجهات اللي مع الجيب؟ عين وغين، وهاي الزاوية اللي بين عين وغين. مين بتذكر الزاوية بين المتجهين على طرفين معادلة قديش؟ 90. القوة المغناطيسية دائما عمودية على السرعة وعمودية على
اي متجهين بالفيزياء قبال بعض، تمام؟ اي متجهين قاف عين 90 دائما متعامدين، هذا القوة المغناطيسية دائما عمودية على عين، والقوة المغناطيسية دائما عمودية على غين. مش كنا نحكي من خصائص القوة المغناطيسية انها دائما عمودية على السرعة وعمودية على المجال، صح؟ طيب لما جينا درسنا القوة المغناطيسية على جسيم، كنت اقول لك دير بالك لما تيجي تحكم على نوع شحن مثلا دخل مجال مغناطيسي، بدك تنتبه كويس. طبعا لما يقول لك دخلت شحنة كهربائية إلى مجال مغناطيسي فانحرفت كما في الشكل، وأخرى انحرفت بالشكل التالي. كنا نحكي نراقب اتجاه الدخول دائما يدل على مين؟ على عين. الدخول دائما يدل على عين، والانحراف يدلنا على قاف، انحرف لأعلى انحرف لأسفل. ميز لي السؤالين هذول عن بعض. مرة حلينا سؤال ثاني، خليك معي. دخلت شحنة موجبة إلى مجال مغناطيسي فانحرفت كما في الشكل. الدخول يدل على عين، انحرفت لأعلى، قوة لأعلى، انحرفت لأسفل، قوة لأسفل. طيب انت معي كويس. هلا لما تيجي بدك تحكم على نوع الشحنة، طبعا خلي أصابعك مع المجال المغناطيسي انحرف مع اتجاه السرعة. شايف ايدك اليمين تحققت على هذا الجسيم نحكي عنه موجب، بس لو أنا جربت اليسار يخالف اليسرى، إذا هذا ليس سالب. هلا بصيرش انت تقول لي اذا هذا فيش اذا فيها. طبعا اصابعك مجال بهمك سرعه قوه، جرب هذا اصابعك مجال بهمك سرعه قوه، طبعا طلع موجب وموجب. ليش؟ طبعا لانه قلت لك انت بتعكس السرعه بتنعكس القوه، فهذا صار يعكس السرعه، فالاثنين موجبين لانه مين سبب انعكاس القوه؟ السرعه. هون بتقول موجب وسالب ماشي، لانه لا عكس عين ولا عكس غين، المفروض تفكر زي هيك، هاي القوه عكس هاي، صح؟ وفي شيء انعكس، يا شين يا عين يا غين. طب انا بوريك انه غين ما انعكست وعين ما انعكست، معناته اكيد واحده موجبه واحده سالبه. جرب اليمنى واليسرى بتزبط، اليمنى على هذا واليسرى على هذا. اما هون هاي موجب، على طول لازم تعرف هذا موجب لانه هو عكس عين فانعكست القوه. مش كل ما تشوف قوتين عكس بعض بتحكم على انه الشحنات هي السبب، قد تكون السرعه سبب انعكاس القوه، وقد يكون المجال. تمام؟ وقلت لكم عن شغله في المغناطيس اللي الناس يتذكر، القوه على سلك. اثبات القانون مهم. هذا قانون القوه على سلك اللي ناسيه انتبه معي. هذا الاثبات مهم جدا طبعا، ومنشأ القوة على سلك مهم جدا. قلت لك لما نجيب سلك مش تصير تقول لي مشحون، قلنا بنجيب موصل فلز، قلنا في عدد ضخم جدا من الشحنات الحرة. نيجي نتذكر قلنا المادة الفلزية تمتاز بخاصية تحتوي كمية ضخمة من الشحنات الحرة، تمام؟ كنا نقول لما نسلط مجال مغناطيسي على سلك، مش كنا نشوف سلك في مجال مغناطيسي بدنا نحكي هناك قوة مغناطيسية، طبعا لا، في شروط، خليك معي. هذا السلك طبعا ما في عليه قوة مغناطيسية. قبل ما نبدا كنت اقول لك اول شيء بدنا نتذكر شو تعريف التيار. قلنا التيار الكهربائي هو سيل من الشحنات المتحركة عبر مقطع موصل. هذا قانون التيار تبع الف نون فتحه شيء التراب، ونون فتحه قلت لكم عن نون فتحه، قلت لكم نون فتحه هي عدد الشحنات الحره الموجوده في وحده الحجم. يعني كنا نحكي نون فتحه هي عباره عن شرط تجيب قطعه فلز حجمها متر مكعب، هذا شرط اساسي، وتعد الشحنات الحره في هذه القطعه. اذا التزمت بالشرطين هذول بيطلع معك مقدار اسمه نون فتحه. ايش هم الشرطين؟ انك تكون عديت شحنات حره مش في هي قطعه، في قطعه حجمها متر مكعب. كنت اقول لك في بالك نون فتحه صفه تخص المتر المكعب. يعني كنا نقول مثلا ماذا يعني قولنا ان نون فتحه لماده الحديد 4 10 فوق 25 كيلو متر مكعب. كنت اقول لك هذا يعني ان كل قطعه حديد حجمها 1 متر مكعب تحتوي عدد من الشحنات الحره بمقدار 4 10 فوق 25. طب سؤال، اذا عندي نص متر مكعب حديد بيحتوي نص الاربعه، ربع الاربعه، اذا المتر مكعب في 4 2 متر مكعب 8 3 متر مكعب 12. تمام؟ تعمل تناسب تقدر تعرف. يعني لو سالتك سؤال، قطعه حديد طولها لام 20 سم حولها متر، مساحه المقطع 30 سم مربع، كم عدد الشحنات الحرة المحتوى في القطعة ألف لام؟ ما بطلعكش تيجي تقول لي 4 10 فوق 25. طب انا بقول لك صار لي سابق، بقول لك النون فتحه تخص المتر المكعب الواحد في هذا الرقم. ماشي، هذا مش متر مكعب يعني انا عندي قطعه حجمها قديش؟ 6 و10 وسالب 4 جزء من المتر المكعب. تمام؟ فبقول اذا المتر المكعب فيه 4 10 فوق 25 فالقطعه اللي انت وصفت لي اياها كم فيها؟ عمل تناسب بيطلع الجواب. فقلنا لما جينا ندرس هذا الدرس قلنا اول شيء هذا فلز، اي فلز ايا كان طوله لام
مساحة مقطعه 1000. فأول شيء رحنا شو عملنا؟ عدينا الشحنات. قلنا إذا كل متر مكعب من أي فلز يحتوي عدد من الشحنات الحرة بقيمة نون فتحة لهذا الفلز، فالقطعة اللي نعمل عليها التجربة بحجمها ألف لام، كم عدد الشحنات المحتوى في هذه القطعة مجهول، عملت نسبة تناسب مع عدد الشحنات في القطعة اللي بنرجع عليها التجربة ألف لام نون فتحة. والمفروض انت واصل للمرحله التاليه اصلا، انت المفروض تعرف انه فتحه متر مكعب 2 نون فتحه، 2 متر مكعب 2 نون فتحه، نص متر مكعب نص نون فتحه، 5 متر مكعب 5 نون فتحه. تمام. وقلنا بعدين مر التيار في السلك. مين بتذكر عندما يمر تيار كهربائي في هذا الموصل مش تشحن السلك، بتمر التيار في السلك، فان كل الشحنات التي كانت تسمى حره تصبح ماره، وبالتالي اصبحت كل شحنه من الشحنات الكهربائيه هذول عباره عن جسيم مشحون متحرك في مجال مغناطيسي، وعليه فإن كل شحنة من هذول الشحنات ستتعرض لقوة مغناطيسية. كل واحدة من الشحنات راح تضربها شيء عن غير جبتها، مين بيعرف هلا؟ هي واحدة هي اثنتين. هي صاروا 3 شيء عن غير جبتها. مين بتوقع كم مرة ستتكرر هذه القوة المغناطيسية؟ تتكرر كم مرة؟ نون عدد الشحنات ألف لام نون فتحة من المرات. مش نون فتحة. ما تقوليش نون فتحة، نون فتحة مثل مكعب، هذا مش مثل مكعب. راح تتكرر هاي القوة كم مرة؟ ألف لام من فتحة من الشحنات، فبالتالي شو كنا نقول؟ قلنا عندما يمر تيار كهربائي فإن كل شحنة كهربائية سوف تتعرض لقوة مغناطيسية. هذه القوة المغناطيسية مؤثرة في شحنة واحدة، وعلى ذلك فإن القوة على هذا السلك هي عبارة عن محصلة هذه القوى، بتجمعهم مع بعض تطلع القوة على السلك، فبالتالي طلعت القوة على السلك هي القوة على شحنة واحدة ضرب عدد هذه الشحنات الكهربائية الحرة. كم عدد الشحنات؟ ألف لام نون فتحة شين عين غين جيم ثيتا. أول ما تكتب القانون بظهر عندك ألف نون فتحة عين شين ألف نون فتحة تيار، فطلع معنا القانون 3 غين جيم ثيتا. بتدير بالك إذا سألك سؤال ما منشأ القوة المغناطيسية على السلك، بتقول له منشأ القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك ما هو إلا إيش؟ هي محصلة القوة المغناطيسية المؤثرة في الشحنات. محصلة القوى المغناطيسية المؤثرة في الشحنات، يعني بمعنى آخر ركز معي، لو عندي سلك فلزي طلع معي في على سبيل المثال 1 2 3 4 5 شحنات بس مثلا، طبعا في مجال مغناطيسي. خليك معي بسأل انت على اللوحة. هاي القوة المغناطيسية مين بيعرف كم قوة في عندي؟ 1 2 3 4 5. بقول له هذا السلك عليه قوة مغناطيسية شين عن غير جبتها تكررت كم مرة؟ 5 مرات. طب لو كان عند الشحنات 700 طبعا بتضرب 700 مرة. فلذلك احنا بنحكي اذا عندنا سلك لا على التعيين متر مكعب فيه فتحة من الشحنات، والقطعة اللي حجمها ألف لام كم فيها؟ ألف لام من الفتحة، فراح تتكرر هذه القوة كم مرة؟ ألف لام من الفتحة من الشحنات. ألف نون عين شين هذا شو بيطلع؟ تيار كهربائي، فطلع قانون القوة على سلك تا لام غين جبتين. وبالتالي القوة على السلك لما يسألك ما منشأ هذه القوة بتقول له القوة المغناطيسية المؤثرة في كل شحنة كهربائية تكررت بعدد الشحنات. القوة على السلك محصلة مين؟ محصلة القوة المؤثرة في الشحنات. بعدين لما درسنا القانون قلت لك بتكتب القانون بتجاوب، لما يسألوك عن قانون القوة على السلك مين بيقدر يعرف لي القوة على السلك؟ مشروط الواجب التوافر راح تنشأ القوة المغناطيسية على السلك، بيقول لي أي موصل يسري فيه تيار كهربائي مضمون في مجال بس بشرط ان اتجاه التيار لا يوازي خطوط المجال، تنشا على هذا السلك قوه مغناطيسيه. تحسب بهذا القانون وتحدد بقاعده اليد اليمنى اصابعك مع المجال المغناطيسي، ابهامك مع اتجاه التيار نفس القوه على الشحنه طبعا، بس القوه المغناطيسيه على السلك عموديه على اتجاه التيار، بس السلك بدون شدود. بعدين اذا سالك القوه الزاويه بين القوه والتيار 90، الزاويه بين القوه والطول 90، الزاويه بين القوه والمجال 90. اي متجهين على طرفين معادل دائما الزاويه بتكون 90 درجه طبعا. هذا اذا سالك عن القوه على السلك. بعدين ركز معي كويس، لما اقول لك ما هي العوامل التي يعتمد عليها مقدار القوه المغناطيسيه المؤثره في سلك، تكتب القانون بتقول مقدار التيار ومقدار الطول ومقدار غير مقدار جهتين. طب العوامل التي يعتمد عليها اتجاه القوه، بتقول اتجاه التيار واتجاه المجال. يعني القوه المغناطيسيه على سلك بتنعكس بحالتين، يا بتعكس التيار يا بتعكس المجال. يعني خلي اصابعك من المجال هنا في اتجاه التيار فتنشا قوه عموديه على اتجاه التيار. اصابعك من المجال هنا بتلاقي قوه عموديه، اعكس اتجاه التيار تنشا قوه عموديه على السلك صادي سالب. اذا بتعكس المجال، اذا بتعكس التيار بتعكس القوه المغناطيسيه طبعا، بتنعكس القوه المغناطيسيه لما تعكس التيار، لما بتعكس المجال برضه بتنعكس القوه المغناطيسيه. تمام؟
قلنا عن الازدواج. ايش الازدواج؟ الازدواج اللي هو دوران الحلقه في المجال المغناطيسي، بس اهم شيء في الازدواج كانت الزاويه كيف تؤخذ بين خطوط المجال الميل والعمود المقام. اسمعني كويس. قلت لك لما يجيب ملف فهمني شو بحكي كويس. ما تضلش تغلط في الزاويه. طبعا لما تيجي تحكي عن ازدواج تيجي بتعمل خط مجال مغناطيسي هيك، تاخذ متجه مساحه كنا نسميه عمود مقام او متجه المساحه، فلازم تاخذ الزاويه ثيتا. هاي الزاويه بس موجوده عندك مرتين استعملناها في الازدواج وفي التدفق. يعني هاي خط المجال انت لازم تعمل عمود مقام. هاي الزاويه تاخذ ثيتا، هاي الزاويه اللي تاخذها. وبعدين انتبه معي، العمود المقام للتذكير يجب ان يؤخذ من جهه المجال. يجب ان يؤخذ من جهه المجال. كيف من جهه المجال؟ يعني مثلا ما بزبطش واحد يجي يقول لي ارسم لي عمود مقام، اول شيء يخلي السؤال هو برسم لك المجال. انت بناء على سهم المجال، شايف وين سهم المجال؟ من تلك الجهه يقام عمود. بس ترسم خط المجال من تلك الجهه يقام عمود، بعدين تحصل زاويه بين خط المجال ونصف العمود المقام. وقلت لك طبعا دير بالك من الاخطاء هاي، تجيش تقول لي لو استخدمنا لو زاويه 30 مثلا واجينا شو لازم نستعمل احنا؟ جيب 30. بصيرش تقول لي جتا 60 زي بعض، لا مش زي بعض، تاخذ صفر عليها هاي الحركه طبعا، كم منها يعني؟ لازم تاخذ زاويه متجهين طبعا مش خاطرك يعني. الزاويه لازم تاخذها من بين خط المجال وعمود المقام. بعدين المفروض انت لما درست الازدواج والتدفق انت ربطتهم ببعض. مين بيتذكر التدفق؟ شو كان التدفق؟ يعني الف زائد ثيتا صح؟ التدفق فكره من القانون، بس من حيث المبدا التدفق يمكن تتعامل معاه نظريا بدون قوانين. كيف يعني؟ يعني لما اقول لك هاي حلقه مين بيعرف لي بدون قوانين؟ هذه الحلقه عليها تدفق مغناطيسي صح؟ لان خطوط المجال تخترق الملف. بينما لو تيجي تقول حلقه زي هيك، هاي الحلقه التدفق عليها صفر. لأن خطوط المجال لا تخترق الملف وإنما تمر بموازاة السطح. هلا التدفق المغناطيسي هون قيمة عظمى. عظمى التدفق دائما يحقق صفر ازدواج. وصفر التدفق محقق عظمى صفر التدفق محقق عظمى الازدواج. لأن الازدواج شو القانون فيه؟ جيب. التدفق جتا. المفروض لما نجيب حلقة زي هذه تستخدمش اسئله زي هيك، يقول لك حلقه مغموره في المجال المغناطيسي منتظم كما في الشكل، يراد تدوير الحلقه هيك. صفر المجال صفر التدفق المغناطيسي والازدواج المؤثر في الملف. هلا الحلقه هيك التدفق عظمى. الازدواج اكيد صفر، وانت بتدور في الحلقه التدفق يقل الازدواج يزداد حتى يصبح التدفق صفر يكون الازدواج عظمى، لانه رسمه الجيب الازدواج فيه جيب، رسمه الازدواج بتطلع هيك يعني في الربع الاول. والتدفق هيك. تمام؟ فبتقول له عظمى التدفق يقابله صفر ازدواج وعظمى الازدواج يقابله صفر التدفق. لانه هناك في جيب وهذا جتا، الزاويه نفس الزاويه طبعا في الحالتين. فالمفروض انت الان لما تيجي تدرس الازدواج، بحكي عن الازدواج، التدفق ما راح يغلبك. لما تيجي تدرس الازدواج بيقول لك بدي عظمى الازدواج، مش تلاقي بيقول يتحقق عظمى الازدواج مع صفر التدفق. هاي صفر التدفق بيعمل لي عظمى ازدواج. وينقطع الازدواج عن الملف مع عظمى التدفق. هلا انت لما تيجي تتعامل مع السؤال بدك تعمل عمود مقام. وهون بدك تعمل عمود مقام. خليك معي، قديش ثيتا هون؟ صفر. لو بنحسب في ازدواج نكتب منتهى رينج صفر صفر. لو بنحسب تدفق جتا صفر واحد، فعظمى التدفق صفر ازدواج. 90 جتا 90 صفر. بس الازدواج جاب 90 واحد صح؟ وبعدين انتبه معي كويس، بعد ما درسنا الظواهر المغناطيسيه هذول درسنا مصادر المجال. بدي احكي جمل مهمه جدا، طبعا قلت لك انت تفكيرك محصور في المواقع الاربعه التاليه. ينشا مجال مغناطيسي مرور تيار في سلك مستقيم يولد مجالا مغناطيسيا حوله. يحسب المجال المغناطيسي عند نقطه تقع حول سلك مستقيم بقاعده نيوتن تيار 2 ضعفها، ويحدد بقبضة اليد اليمنى إبهامك مع التيار والأصابع تشير المجال. افهم شو بحكي كويس. ولا ينشأ مجال مغناطيسي عند أي نقطة تقع امتداد السلك المستقيم. لا ينشأ مجال مغناطيسي عند نقطة تقع على امتداد السلك المستقيم.
كم موقع درسنا في السلك المستقيم؟ اثنين. مرور تيار يولد مجال مغناطيسي حول السلك ولا ينشأ مجال امتداد السلك المستقيم. ومرور تيار في سلك دائري يولد مجالا مغناطيسيا في مركز الملف. يحسب القانون من الجنوح بتاع 2 نقاط. وين المجال هذا؟ في مركز الملف. انتبه، مركز الملف. بينما اتجاه المجال هنا عكس السلك، بتخلي اصابعك تصير مع اتجاه التيار بانهامك مع المجال. كما ان مرور تيار كهربائي في ملف لولبي يولد مجالا مغناطيسيا داخل الملف اللولبي. ويحسب المجال في الملف اللولبي من يمنى علام او من فتحه من التاء. وقلت لك المجال المغناطيسي في الملف اللولبي دائما ابدا منتظم. واذا اعطاك عدد لفاته 50 لفه يعني نون. بس عدد لفاته 50 لفه لكل متر بتصير نون فتحه، بنميزه من خلال وحدات القياس. كم موقع هذول الاربعه داخل لولبي مركز دائري حول المستقيم ولا ينشا مجال امتداد السلك المستقيم. دير بالك لا ينشا في المغناطيسيه لا يوجد مجال مغناطيسي ذاتي. والعلم صاروا جايبين سؤال عليها مرتين هاي، والله ما يفهموش السؤال. اوكي دليل على ذلك نصهم بيرجع بيسال نفس السؤال. كيف بجيب مثلا هذول اسئله مباشره على الموضوع طبعا كيف؟ يعني بقول لك سلك مستقيم يسري فيه تيار كهربائي، كم يبلغ المجال عند نقطه؟ بحط لك نقطه على السلك نفسه ها صفر طبعا. كم المجال على نقطه ها على سلك الملف؟ صفر. وكم يبلغ المجال المغناطيسي عند نقطه تقع على سلك الملف؟ اللولبي صفر. قلت لك في المغناطيسيه لا يوجد مجال ذاتي لا يمكن لموصل ان يستمد مجالا من ذاته. المغناطيسيه في قاعده مشهوره، منطقه مرور التيار منعزله عن المجال الذي نشا عنه. يعني المنطقه اللي فيها التيار تولد مجال مغناطيسي لا يستطيع المجال الذي صنعه التيار ان يؤثر على الموصل نفسه. يعني لا يمكن للموصل ان يشارك في صنع قوى على نفسه ولا الملفات. يعني في المغناطيسيه لا يوجد مجال مغناطيسي ذاتي، يعني لا ينشا مجالا ذاتيا طبعا. بعدين انتبه معي كويس. قلت لك سؤال المغناطيسية عادة بيكون هيك، بختاروا شكلين مثلا، تخيل سلك مستقيم وملف دائري، بخليك تحسب مجال في نقطة مثلا، بيطلع عندك مجال السلك المستقيم والدائري تجمعهم مثلا قبل ما تنتهي المسائل، بيطلع معك جواب اللي هي بالمحصلة. هلا بتنتبه معي لما يرجعك على القوى على شحن والازدواج وملف قوى على سلك. الأصل في التعويض المحصلة. الأصل في تعويض المجال ايش؟ بس التنتبه خليك معي يا دكتور. التنتبه طبعا على الأغلب الفكرة هاي راح يجيبوها طبعا، يهمل نوعين من المجال المغناطيسي. كل مجال مغناطيسي موازي. كيف يعني يوازي؟ يعني في حالة القوة على شحنة، قوة على سلك، عزم ازدواج على ملف، وانت بتشتغل في القوة على شحنة. يهمل كل مجال مغناطيسي غير يوازي عين. ويهمل كل مجال مغناطيسي غير يوازي تيار السلك. ويهمل كل مجال مغناطيسي غير يوازي متجه المساحة. يعني طالما لما تيجي تمشي باتجاه هاي شاحنة ماشي بسرعة عين، وهي سلك مستقيم يسري فيه تيار، وهي عزم ازدواج، وهي العمود المقام. كل مجال انت معي مع او عكس اتجاه السرعة يهمل. وكل مجال مع او عكس اتجاه التيار يهمل. وكل مجال مع او عكس عمود المقام يهمل. لأنه طلع القوانين الثلاث كلهم جيب وجيب وجيب. فكل مجال مغناطيسي يؤثر باتجاه السرعة مع او عكس عين يهمل، مع او عكس تاء يهمل، مع او عكس عمود المقام يهمل، ليس له اثر. ويهمل كل مجال مغناطيسي ذاتي. فعند حساب المجال الذاتي انا بس القوة على سلك والقوة على ازدواج الملف. فعند حساب القوة على سلك يجب ان يهمل المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك ويهمل مجال الملف. وانت معي كويس. هلا بشكل عام افرض في احد الاسئله طبعا شوف الفكره اللي بحكي عنها. اعطاك مثلا مجال 3 تسلا 5 تسلا ومثلا 6 تسلا. فانت بدك تجمع اللي مع بعض 8 و6 بعدين تعمل محصله 10 في تواصل. هلا شو بروح بيعمل؟ بروح بقول لك طب احسب لي القوى مثلا في شحنه تمر بسرعه عين. طبعا انت مش تكون مسطول مش داير عن حالك شو بتعمل؟ بدك تروح تعوض المحصله ولا عمرها بتطلع معك الزاويه هاي. فبدك تنتبه بدك تقول له اول شيء قبل ما اقرر
بقول له الاصل في تعويض غين هو المحصل ما لم يكن هناك مجال موازي. فلما الشحنه تمشي سين سالب انت مش لاحظ يهمل واحد واثنين لانه كلاهما يوازي المجال يوازي السرعه، يؤخذ فقط غين ثلاثه. يعني هلا مثلا لما اجي اقول لك اسمعني كويس انتبه كويس شو بحكي، مجال مغناطيسي منتظم، هاي مجال منتظم، هذا المجال قيمته 4 وسالب 6 تسلا او 13 وسالب 6 تسلا. كويس؟ غمر فيه سلك مستقيم يحمل تيار صادي موجب. احسب المجال عند نقطة ألف 18 سم على السلك. يبقى المجال المغناطيسي في عليها النقطة هاي اثنين، في واحد جاهز محسوب خالص هي صح؟ وفي مجال مرور تيار يولد مجال مغناطيسي نحو الداخل اكس. هذا مجال مين؟ السلك المستقيم. تعال نحسب مجال السلك المستقيم. ميو نوت اللي هو السماحية المغناطيسية طبعا ثابت تيار 2 وبعد النقطة 10 سم. اختصار شو يطلع الجواب؟ بعد ما تختصر يطلع 4 وسالب 6 تسلا. هلا كمجال هذول طلعوا اثنين غير اصلي ومجال السلك المستقيم. شو بدك تعمل محصلته هذول في تواصل. طبعا محصلتهم هذول تحت الجذر لأنه متعامدين، تذكر الثلاث والاربعه اللي دخلوا تحت الجذر بيعملوا 5 تطلع محصلين. هلا انت معي كويس، اذا اجى قال لك محسب القوه المغناطيسيه مثلا في شحنه تتحرك بسرعه عين باتجاه محور السينات السالب 200 متر كل ثانيه. هلا انت كيف لازم تكون تفكر طبعا في كل سؤال بيقول القوه المغناطيسيه شين عين غين جيب ثيتا. معطيك انا الشحن 2 مايكرو كولوم ومعطيك السرعه 200، ما تعوضش بدون تفكير بتوقف عند غين. بس الفكره دائما غين بتقول المفروض في الوضع الطبيعي نعوض المحصله هاي. ما لم يكن هناك مجالا مغناطيسيا موازيا، وين السرعه؟ هل يوجد مجال مع السرعه وعكسها؟ فيه. هذا المجال ايش ماله؟ لا يؤخذ من عند حساب القوه غير فعال. مين بضل؟ 4 وسالب 6 وزاويته 90. قطعه 16 10 10 مجال سرعه قطع القوه المغناطيسيه صار سالب مثلا. طب شو رايك لو الشحن في نفس السؤال؟ لو في نفس السؤال تحركت الشحن اتجاه سيني موجب، نفس الحكي طبعا تحمل غير الاصلي لانه الموازاه تحمل معنيين. طيب لو الشحنه ماشيه خليك معها صندل، لو ماشي هيك تحمل غير السلك. طبعا اللي بالك على الاغلب هاي الفكره مش تعوض المحصل. طبعا هم راح يجيب لك سؤال اللي بيعوض المحصل ما يعرفش يحل. طبعا ما بيطلع بصيرش يطلعوا كلنا زي بعض، يعني بصيرش طالب بيعرف يهم المجال يطلع زي طالب بيعرفش يهم المجال. يعني المحصل بيجيب لك مجالين زي هيك طبعا محصلته ما يوم تطلع باتجاه في عمق هيك تدخل على الصفحه هيك بتكون صح؟ وبيجي بحرك لك شحنه باتجاه محور الصدى ونحو الخارج، يعني بدك تجيب زاويه زي هيك شكلها. مش هيك الا السؤال بالحل، مش هم المجالين هيك ترجع المجالات الاصليه طبعا. اذا الشحن ماشي بسرعه يعني انت بهذه الحركه توازي هذا المجال، فهذا مجال غير فعال يؤخذ بس هذا. يعني المجال المغناطيسي الذي يؤخذ بالاعتبار هو المجال المغناطيسي الناشئ عن مين؟ المجال المغناطيسي الذي يؤخذ بالاعتبار هو المجال المغناطيسي الناشئ. دائما اي مجال مع او عكس عين يهمل. تمام؟ زي سؤال مثلا طلع معي بقول لك في الشكل مبين سلك مستقيم تمام مغمور في مجال مغناطيسي. كنت لي هذا السؤال تيار السلك المستقيم 4 امبير، سلطنا عليه مجال مغناطيسي سيني سالب. اعتبر لي مجال السيني سالب نحو محور السينات السالب، قيمة المجال مثلا خليك معي المجال المغناطيسي هذا قيمته تساوي 6 ضرب 10 قوة سالب 6 تسلا. السؤال الثاني المجال الثاني هي غير واحد، هذا مجال آخر نحو الخارج، يعني كمجال صرت مسلط على السلك 2. السؤال بيقول نصه كالتالي: سلك مستقيم تسريفية تيار 4 امبير ويرى في مجال مغناطيسي 4 ب10 6 تسلا نحو الخارج واخر سيني سالب مرسوم. احسب المجال المؤثر في نقطة ألف. طبعا السلك 10 سنتيمترات. بتقول له اول شيء مرور تيار في سلك مستقيم سيني سالب بهذا الاتجاه فوق السلك راح يعمل مجال نحو الخارج، راح يجينا مجال للسلك المستقيم.
كويس. هلا مين بيعرف مجال مغناطيسي ناشئ عن السلك المستقيم ميو تيار 2 باي فا الميو الثالث تيار موضوع من النقطة 10 سنتيمترات، وبالتالي